السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم الشباكية اللي ديجا شاركتها معكم العام اللي داز، ولكن دقيق القمح الكامل نفس المقادير كنديرهم كل عام. عندي هنايا كيلو ديال لافاغين العادية، عندي هنايا تقريبا 4 كاس ديال الزبدة اللي رجعت لي نوازيت، ضروري تخليوها فوق من العافية تغلى حتى يرجع اللون ديالها بحال هكا كما شفتوا، وكيمشي منها داك الحليب اللي كيكون فيها. صافي هنايا كما شفتوا عندي كاس عامر ديال زيت المائده ونصف زيت العود. هنايا عاوتاني زدت واحد المعلقه كبيره ديال القرفه اللي ضروري منها. عندي هنايا معلقه ديال زرعه معلقه ديال النافع ومعلقه ديال حبه حلاوه. المعالق يكونوا كبار، تقدروا ديروا حتى المعلقه ونص. بالنسبه لاي حاجه ضفتوها بهذه المقادير فغربلوها باش ما تقطعش لنا العجينه ديال الشباكيه. هنايا عندي كاس ديال اللوز اللي درت له هكا شويه ديال الزيت باش نردو هكا نطحنوه مزيان، سواء طحنوه هكاك بدون ما تحمروه، سواء كديروه في الاير فاير وكتخليوه هكا يتحمر شي شويه وطحنوه حتى يولي لكم بحال كيولي لكم بخليني. صافي هنايا شديت واحد المعلقه صغيره ديال السكر، طحنتها مع جوج حتى 3 ديال الدريسات ديال المسكه الحره. هنايا كما شفتوا معايا عندي نص كاس ديال الخل ونص كاس ديال المزهر اللي غادي نضيف فيهم واحد ضامه ديال الزعفران، او لا تقدروا تضيفوا غير زعفران شعره ولا الملون الغذائي اللي كان عندكم وغادي نضيفوه. بالنسبه لي انا غادي نعطيكم واحد النصيحه بالنسبه للناس اللي كتبغي تقسم الخدمه ديالها، فتقدروا تضيفوا غير الزبده وتضيفوا هذا الزيت والزبده في الدقيق وتخليوه يبات ديك الليله حتى الغد ليه عاد باش كتزيدوا المقادير الاخرى. زدت هنايا نصف خماره حمراء حتى هي، وصافي وخماره معجونه كنضيف انا تقريبا راس المعلقه ديال الخماره معجونه حتى هي عاد، وكنضيف داك الخل والمزهر ونجمع بالماء الا كان خاصني الماء. بالنسبه ليا انا كالعاده كنطحنها كنبقى نشد العجينه ونطحنها هكا في الطحانه الهشواغ باش هكا تعجن ليا مزيان بدون ما تدلكوها بدون ما عذاب ولا عناء. صافي وغادي نحاول هكا عاوتاني نطويها على 4 باش كتجيني مجعبه. قسمتها في الاول على 4 وشديت كل نصف وطويته بحال هكا بحال الشكل ديال المسمن، كنطويه مزيان وكنخليه على جنب. من بعد ما غادي نكمل هاد الربعه اللي طويتهم بحال هكا غادي نقطعهم، غادي نحاول هكا نسرحهم مزيان ونقطعهم عاوتاني على 4 باش تجيني العمليه ساهله ديال الطراق. بالنسبه للشباكيه اللي درتها معكم المره اللي دازت فانا درتها بدون طراق، بدون ماشينه ديال الطراق. الا كنتو باغيين تشوفوا الفيديو راه غادي نخلي لكم الرابط لتحت. هذه حاولت نديرها معكم بالماشينه كما شفتوا معايا داك النصف سرحته شي شويه هكا بالمدلك وقسمته على 4. صافي وكندير بالنسبه خذوا نتوما ديروا 5 ولا 7 ولا اللي بغيتو. انا بصراحه درت غير 4 كتعجبني شويه غليظه. صافي هنايا كما شفتوا معايا غادي نسرح هكا الشباكيه ديالي بشكل طويل. الا درتو هاد الطريقه ما غاديش تضيعوا بزاف في العجينه وغادي تكون التشباك عندكم ساهل. كنديرها هكا طويله بشكل طولي. صافي كندير 1 2 3 4 5 في السادس كنقطع، كنبقى مستمره بحال هكا كنحاول ندير لكم غير بلاتي باش هكا تشوفوا. الا كنتو باغيين طريقه ديال التشباك فما عليكم غير تفرجوا الفيديو ديال الشباكيه بدقيق القمح الكامل، كل شيء التفاصيل هما تما. درت لكم الفيديو بشكل غير بلاتي كيفاش كنشبكوا الشباكيه. درت لكم بزاف ديال الاشكال كيفاش نشبكوها. قلت لكم الطريقه كيفاش. هنا حاولت ندير فيديو اللي خفيف. صافي كلشي راه باين وواضح كما شفتوا معايا. وصافي وكنحاول هكا نقرص دوك الجنيبات
وكنحيد داك الفائض. بالنسبة ليا أنا الشباكية دائما فكنخليها ليلة كاملة هكا حتى تنشف، كنديرها في بلاطويات وكنخليها تنشف، عاد غدلي باش هكا باش كنقليها. صافي هنايا درتها في بلاطويات. ومن الأحسن دائما قلت لكم الشباكية فضروري تقليوها في الصباح باش هكا يبان لكم زعما التحميرة ديال الشباكية، ما تفوتوش فيها الطياب باش يجيكم باش تجي زعما اللون ديالها زوين. صافي هنا مع الصباح درت الزيت ديالي. دائما الزيت ما تخليوهاش تسخن بزاف باش اون فوا تحطوا الشباكيه غتحرق معاكم. زيت يعني تكون الطياب ديالها طاب، يعني صافي اون فوا كتشوفوها طابت غادي تحطوا الشباكيه ديالكم. صافي هنايا كما شفتوا معايا حتى كتبان لكم قبطاطه في راسها، وعاد تقلبوها للجهه الاخرى. كنت موجده حدايا العسل. صافي اون فوا كنحيدها من الزيت وكنديرها هكا نطفيها في العسل. شي هكا شي انا كنديرها في كسكاس باش هكا كيهبط داك العسل كيهبط من التحت، ومن بعد كنحاول نزيد من الفوق ديالها العسل. بالنسبه للعسل دائما خصو يكون بارد ما يكونش سخون باش يشد لينا في الشباكيه. وصافي نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، ونكون قلت لكم كاع النصائح اللي غادي تحتاجوها في الشباكيه. نتمنى ان شاء الله تجربوا الشباكيه بدقيق القمح اللي ديجا درتها معكم هذه تقريبا 2 سيمانات. والصفوف بدقيق القمح اكيد بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش دقيق لافارين يعني العاديه، فصراحة كيجي بنين، سورتو الصفوف كيجي بنين بزاف، وحتى الشباكية كتجي زوينة. غير شنو هي يعني من الأحسن أنكم إلا درتو كمية كبيرة فوضعوها في المجمد، لأنه شوية ديال دقيق القمح فشوية كترطب ما كتبقاش قاصحة. صافي هنا كنحيدها. دائما الشباكيه ما تخليوش غير تبان لكم شويه الذهبه تحيدوها، لانه كتزيد الطياب ديالها في العسل، ف الا تحرقات كيجي المذاق ديالها شويه صافابا.